لو ماتيريال بصفه عامه في الرياضه وخاصه في كره الطاوله غلاء، معناها فالكلفه علات في الكلفه وقت قبل تعرفوا بالبوم كانت كراكات شنو ناخذوهم ما نعرفش 10 انا وقت المدير الفني يبدا عندي هكا في الدب ومكدسين كل ما يجيني ونادي يخوض ركعتات خود كذا، فهمت كانت فما نوع من الحركيه وين توا غلات ياسر المضارب وغلات برشا الامور معناها اصبح الجوار يتكلف ما نصدمكمش انا كي نقول لكم المضرب انا اللي هو ما هوش هكا يلعب هو ب 600 دينار نتاع النخبه مليون و800 زوز ملايين كان مضرب هذاك وحده مضارب والواحد معناها نتاع هذوما نتاع النخبه العاليه مثال فما فرق يعني فالكلفه نتاع الماتريال الانترنت دونك يتقلص اللي كان في يعطي 20 فاتمون ولا 20 راكات ولا يعطي 10. شوفوا هكا فما نقطة أخرى مهمة ياسر ديما نقولها هذيا أنا بالنسبة لي أنا أكبر خطأ موجود في وزارة الشباب والرياضة هو الفصل بين تعاطي الرياضة والمؤسسات التربوية اللي يسموها دور الشباب ولا اللي تحب أنت. هي جعلت لاستقطاب الشباب، فأنت الشباب تستقطبوا بما يحب مش تستقطبوا بما تفرض عليه. فهذه نقطة مهمة جدا، واحنا الفياف بتاع كرة الطاولة هو دور الشباب. وقتها جت الاعلاميه كانت تفكر ولا كلوب انفورماتيك والانترنت مش موجود، وانا نخدم في الجامعه في الكمبيوتر في السونتر دو كالكول تاع مازال مش مشيت له انا رئيس خاطر ضربه كبيره ياسر الكره الطاوله. قلت للسيد الوزير راهو هذه سي كونجونكتوريل هذا الواحد راهو الانترنت باش يتعمم 5 6 سنين راني انا في مركز الخوارزمي نعرف الدنيا الكل توا صار عليها اقبال كبير كان تفكر وقتها الكلوب انفورماتيك والانترنت وكل شيء وشراو واحد وكل شيء. قال لي لا الرياضه مجالها معناها ما كان مجالها وحدها وحنا الشباب توا كذا باش ناثروهم ونمشيو العلم وكذا والله التقارير نزلت عنده قال لي يحب اتيتر انديفيدويال يجيني ونوريه التقارير ونوريه كل شيء كيفاش صاروا وكيفاش. قلت له اللي هذه راهي كونجونكتوريل ما تدومش 5 سنين تعاود تفرغ دور الشباب. انا راني الحقيقه جو ماش با ميمو وقت اللي هي حاجه حقيقه ثابته فهمتني. وهذاك اللي صار بعدها هي شويه تعرف 95 بدا يتعامل الانترنت ولات عاديه خاطر انه كونيسونس دو كوز وقتها صحيح ولا الانترنت هكا عندك في الدار لا عاد حاجه باش نجيك الواحد نتاعك لا حد شيء وقعدوا. لكن من ساعات لابيتود ايت اون دوزيام كوتور ارتاحوا ماك الحركيه نتاع السبور في الليل بعد الستة وواحد شدونا للثمانية وحل نهار الأحد يقولونا خليونا احنا الستة نسكروا احنا رايدين انا جينا للبيرو وانا نمشي لهم. هذه الاشكاليه الوزاره ودور الشباب. لابيتود اذا جاتكم تتكاسوا بك الوحده هذيك توا هي شنية معناها فما لازم قرار شو فما تجاذبات. لا والله الشباب مجاله هذا عملوا شويه انيماسيون. كاين الرياضي ماهوش شاب الرياضي عنده الحق فك النشاط تاعه نعملوا الاستثناء لتنس الطاوله خاطر شي الرياضات الاخرين فما برشا ما ينجموش يستغلوا مثلا دور الشباب فهمت سي مختار. على الاقل يصير استثناء بالنسبه لتنس الطاوله الرياضه اللي تو ولا عندها بطل وعندها مشروع نتاع بطل علاش لا عالمي ولا اولمبي فهمت شنو نقصد معناتها تصير الاستثناءات تو كلها مذكرات داخليه. انا كما قلت لك ما فماش فرصه باش نتكلم من السيد الوزير الى كما هكا المنبر هذا الى كي نمشي توا في اذاعه اخرى باش نعاود نقول والفرصتين اللي جاوني باش تكلمت في الاذاعه قلت فيهم لان علاش لان حاجه جوهريه سي نوتر فياف. قلت لهم يا ولدي الغطس فين يعملوه بالله جيو نجموا نعملوا الغطس لهنا ما نعملوه في البحر ولا الجولف فين يعملوه عنده المجال نتاعو المناخ تاع البوتله اللي عندهم تيرانات نستغلوه. كرة الطاولة عندها مجالها صوت اللي هو
دور الشباب لان فما كاباسيتي داكوي من هيئه فما كذا يعني واضح. كل الالعاب الاولمبيه معناها سواء في الشبان ولا في الاكابر. نتفاهم معاك سي غالي السماح في 2026 ثم زاد بطوله العالم اللي راح في لندن اكابر. صحيح. انا نحكي لك على الشبان خاطر الدوره هذه تخص الشبان زوج دورات هذول. البطوله نتاع الصين اقوى من دونك على بطولة الصين أقوى من برشا بطولات عالمية. عندهم اختيار نسبة كبيرة ياسر معناها يعملوا دورة داخلية عندهم أقوى من برشا دورات تصير في كافة أنحاء العالم معناها. كما قلت لك سيطرة مطلقة على الألعاب الأولمبية للشباب ولا تاع الكبار؟ الكبار. احنا بالنسبة لنا احنا كمنتخب تونسي باش نوصلوا للمستوى تاع الصين، الصين راهو الناس الكل تحارب فيها تحب تاخذ روليف عليها، تحب تاخذ معناها التيتر اللي تنس فيهم هي. دونك احنا كمنتخب تونسي ماذا بينا يعني نتعداو بالزيتاب الكل كيما صنعنا وسيم الصين باش نعديو البالي اخر باش نحاولوا نحطوه في بطوله افريقيا، يحاول يهز بطوله افريقيا. عندنا برشا احنا ما تحصلناش على بطوله افريقيا ملي تاسست الجامعه في الاكابر. دونك ماذا بينا هذا الهدف الاولاني معناها نشوفوا اول بطل افريقي في الاكابر يكون تونسي. المنتخبات الوطنيه معناها الامكانيات الماديه راهو عائق كبير بالنسبه لنا احنا، الموارد تاع الجامعه ضعيفه. دونك ماذا بينا تقوى الموارد نتاعنا باش نجموا نعملوا تحضيرات باهيه، نشاركوا في دورات دوليه، نشاركوا في تربصات دوليه زاد كيف باش نحققوا النجاحات. كذلك فما مشكل كبير زاد راهو في كره الطاوله، المنتخب الصيني يعمل في 8 ساعات في النهار. نحن الزمن الدراسي ما يخليناش بصراحه معناها في الليسي سبورتيف تعمل في 4 ساعات و 3 ساعات ونص. معناها كيفاش باش تخلط عليه معناها المستوى هذا. دونك برشا حاجات، الامكانيات الماديه، الزمن الدراسي لازم يتبدل، التظاهرات الدوليه لازم تكثر. وفي تونس احنا اليوم حاجه باهيه عندنا 3 دورات دوليه. يستفادوا من الاحتكاك مع لاعبين عندهم مستوى كبير وعندهم مستوى متقدم عالميا. نحن بدينا معناها نحطوا في ساقينا على المستوى العالمي عن طريق وسيم السيد اللي قاعد يحقق في نجاحات في الدورات هذوما. كيف عندنا لاعبين شبان واعدين اللي باش تراهم ان شاء الله في القريب العاجل معناها باش يتألقوا كيما وسيم. عندنا في البنات زاد كيف هذا السعيدي اللي هي الرابعه في الدوره هذه. دونك دورات كيما هذوما تنظيم نتاعهم نجم كان يفيدنا، نجم كان يعاوننا يحسن المستوى نتاعنا، يحسن الترتيب العالمي نتاعنا، وهما تحضير الاستحقاقات القادمه على مستوى الشبان كما بطوله افريقيا للشبان، العاب اولمبيه للشبان في دكار، وحتى على سبيل الكامل للالعاب الاولمبيه اللي باش تصير في لوس انجلوس. اي سي مختار، نحكيو شويه على دوره 2026. دوره بدات تاخذ في صداها على المستوى الافريقي على المستوى العالمي، وبدات حتى ترتفع حتى بالنسبه لعدد المشاركين والدول المشاركه. لا الحقيقه كما قلت انا، شوف تونس عندها تقاليد في تنظيم مثل هذه الدورات. قبل هذوما WTT اللي بداوا عام 2021 قبلها كانوا اسمهم وورد جونيور سيركوت. معناها احنا تقريبا من الالفينيات من 2005 تقريبا واحنا ننظموا في نتاع الشباب. انتقلت الورد هذه عملت نقله نوعيه. الحقيقه نقله نوعيه هي في اراده دوليه زاد معناها عملوا لها اكثر اشعاع، وتونس اندمجت في المشروع مبكرا الحقيقه. ولات فما تقاليد بالنسبه لتونس. فكثير من البلدان لقاو كل شيء متوفر في راحتهم في التنظيم في كل شيء. الحقيقه تونس معناها رايده منذ سنين، واحنا مواصلين في نفس النسق، لاني عندي قناعه كبيره للافاده للاعبين نتاعنا اللي هما يلعبوا بكثافه معناها يشاركوا ويتكونوا. والثانيه هي يعطي اشعاع لتونس على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. فتونس هاي هنا هكذا، وفي عديد المرات وليداتنا ياخذوا ميداليه كما وسيم سيد. فما الاء السعيدي زاد في الكاتيجوري نتاعها كل مره تاخذ حاجه، وقبل خليل ستا اخذ زاد واحد، امير سيد خوه تحت مونتريس قاعدين. فما يوسف العيدي زاد عندنا وليدات باهين. شوف في قالب بعضه زاد استنتاج اخر. انا كثير من الاشياء عندي في مخي انا تو ما قلت كنت رايف في الحديث، خاطر على مستوى الشبان ديما عندنا اشعاع ونهزوا في ميداليات في افريقيا بال4 ميداليات بال5 ميداليات بطولات كل شيء.
فما يقع احنا في المجتمع نتاعنا وقت اللي يوصل الصغير للبكالوريا وباش يمشي واحد راهي الدنيا تتبدل كومبليتمون. كان هنا في امور ويترانا ويعمل كذا خذا في الطب في مستير مثلا الساعة ديجا برا لقاه انت يقرا في الطب ما عادش يلقى هو حتى باش يكون وقت باش يحوس، وهذه اشكاليه كبيره. انت معناتها تنفستي فيه 6 7 8 سنين 10 سنين ومن بعد ايش تقول ولا بطل مستقبل. هذه كرة طاوله لعبه تاع هوايه حتى ما ينجمش يبني منها مستقبله لان ماهيش ما تعرفوا مش الرياضات اللي مخلصه باش تعيش عبد. فديما وهذه الاشكاليه الكبيره الحقيقه اللي تعترضنا قبيله ولدي هو غازي قال احنا بطولة افريقيا. علاش تعرف علاش ما نجموا فيها بطولة افريقيا؟ ريتك الفرقة اللي يجيونا الكل راهم عايشين في فرنسا وتولدوا في فرنسا وترنوا في فرنسا. تو تسمع مدغشقر ربح تونس تقول لك مدغشقر تربح تونس اي بان جاوا من فرنسا هذوك ويلعبوا غادي يجيو من غادي يلعبوا ويروحوا. لونفيرونمون هذاك يعطي معناها نيفو دو كومبيتيسيون تري إليفي اعوام وراء اعوام مع التعطير مع الكفاءة مع الواحد في المستوى نتاعهم يطلع. احنا اولادنا كما قلت انت مع القرايه يقرا نهار كامل وش يترانا هاي نكمل كان لونترينمون هاي جاي يترانا بعد 6 ولو يترانا كل يوم اللي ايبويزي يبو با تيري معناها فير لو معناها لا كاليتي دو لا سيونس دونترينمون ماهيش حضور والرياضه مش حضور. الرياضه اش تعطي العطاء في الوقت هذاك. فمعناها حتى الوحده السكولير نتاعنا والمستوى واحد ما يعملش فورابل مصري خلينا نمشي غاديك ونقعد بها هذه ساعه صحيح يكملوا كل شيء. تعرف فما انا قعدت فما مره معناها قعدت طولت عليكم اما مهمين يعني مهمه ياسر. شفتهم كيفاش يكمل القرايه ياكل لمجه شويه يترانا السيونس الاولانيه ومن بعد يروح لدارهم يمشي يعمل دروس ويعمل ويرتاح وياخذ كل شيء ومن بعد يجي يعمل سيونس واحده اخرى. تصور انت معنا بالسيستم سكولير هذاك راهو باش تعرفوا الاسرار خاطر احنا نعرفوهم. انا رئيس اللجنه الفنيه 30 سنه معنا نعرف الاسرار نتاع الناس كيفاش تتعاطى واللي يجيوك الاغلبيه اللي تجيك الفريق المصري ولا النيجيري ولا واحد يجيك طول من المانيا ولا من فرنسا يتلموا يلعبوا في نيفو دو كومبيتيسيون تري إليفي. انت يا ولادك تجي فترة الامتحانات ما يترناوش فترة رمضان ما يترناوش فترة ترى شنو فلاحد فما فرق بين ان اتليت كي ايفولي في انفيرونمون تاع ماتوريزم الاحداث نص تاع الليل فزت الوحده الكل من غدو. لا مي سي فري انا نتكلم خاطر كديريكتور تكنيك لمده 9 سنين ونشوف في العالم نشوف الاخرين نشوف لي زاتليت ونشوف تاع هذا مقارنات. انا انفورماتيسيان اصلي محلل معناها يعني عرفت كل حاجه كي نحطها قدامي نبدا نحلل فيها علاش هذه هكا وعلاش هذه هكا. انا مخي يخدم هكاك. فما حاجات يلزم واحد يقارن المقارن كومبارابل. من بعد نقولوا علاش احنا ما نعملوش مثلا وعلاش لا علاش تبدا المعالجه من الاول اسباب معالجه من اللوطه واحد. والحقيقه تو احنا زاد نسبحوا الفوق في الطموحات لكن لي مويان سون لوان ولوان. قعدنا في فكر. انا بالنسبه لي انا المفهوم تاعي تعمل ان بروجرام متكامل وتلوج له فينانسمون مش نعمل بروجرام حسب عطيتني فلوس. صحيح خاطر البروجرام اللي هو حسب الفلوس باش يجي قد الفلوس. فنورمالمون معناها الحاجه تصير بالمنطق. نعمل الحلم نتاعي وندرسوا كيما يلزم يكون ولا له فينانسمون بالضبط. ان شاء الله نوصلوا للفكره هذه ان شاء الله.